النهارده هجرب معاكم احمر الشعريه ولسان العصفور من غير زيت خالص في القلايه الهوائيه، وهنشوف النتيجه مع بعض. ولو اول مره تشوفيني، انا سو لايف، مهتميه بوصفات الاير فراير والمايكرويف، وهسيب لك قوائم التشغيل الخاصه بيهم في صندوق الوصف. وما تنسيش اللايك والاشتراك وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. انا حطيت الشعريه على ورقه من ورق الاير فراير، وهظبط الوقت 10 دقايق على درجه حراره 200. فتحت انا بعد 5 دقايق، لقيت الشعريه من فوق متحمره، هقلبها وادخلها تاني تكمل الوقت. كل دقيقتين 3 حاولي تفتحيها تقلبيها وتدخليها تاني تكمل الوقت، عشان كلها تاخد نفس اللون الذهبي زي بعض. الطريقه دي مناسبه جدا للناس اللي بتحب تجهز الشعريه ولسان العصفور يكونوا متحمرين وجاهزين لاي وقت تاخد منها للطبيخ. لو انت هتخزنيها وتعينيها في برطمانات، ما تحطيش فيها زيت خالص عشان تعيش معاكي شهر واتنين من غير ما يبقى ليها ريحه. وبرده تقدري تحمري الشعريه ولسان العصفور بدون زيت خالص في الميكرويف. عملتها قبل كده معاكم، هسيب لكم فيديو استخدامات الميكرويف في صندوق الوصف. وبعد ما خلص الوقت، شايفه كلها اتحمرت كويس جدا، عجبتني جدا، وعملت كيس الشعريه كله في 10 دقايق بس. وهنجرب دلوقتي نحمر لسان العصفور. حطيت نفس الورقه وحطيت عليها كيس من لسان العصفور، وبفردها كده على الورقه زي ما عملنا في الشعريه عشان تتحمر كلها. برضو بعد اول 5 دقايق فتحت قلبتها، وبعد كده كل دقيقتين بفتح اقلبها عشان كلها تاخد نفس اللون زي بعض. بعد ما الوقت خلص برضو اتحمرت كلها وجاهزه معايا. شايفه عملت كيس شعريه وكيس لسان عصفور، تخزنيهم في برطمانات نظيفه في دولاب المطبخ وتستخدميهم في اي وقت. ولو حابه تعملي المكرونه المحمره كمان، هتعمليها بنفس الطريقه ودرجه الحراره ونفس المده. لكن المكرونه المحمره احلى في القلايه لو حطيتي عليهم شويه زيت او معلقه سمنه، ودي طبعا مش هينفع تخزنيها، دي هتستخدميها على طول. لكن برضه هتكوني استفدتي ان انت حمرتي كميه المكرونه كلها في معلقه سمنه واحده او شويه زيت صغيرين. لكن الشعريه ولسان العصفور تقدري تعمليهم بدون زيت نهائي، وده افضل زي ما قلت لك لو حابه تخزنيها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، واكتبي لي اي سؤال في التعليقات وهرد عليكي. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.